This تمويل رأس conference will المال. now be recorded. طبعا هون المدير المالي يبين دوره الكبير، انه يلعب المدير المالي الدور الاكبر بتوفر المال والعمل بالمديونيه والاستفاده من الوعاء الضريبي وكيفيه لعب الادوار، لانه سيكون لديه تخطيط وتفصيل لجميع المشاكل مع تحديد نقاط القوه والضعف. حكينا ايضا عن التنبؤ المالي او التخطيط طويل الاجل والتنبؤ المالي. حكينا بالبدايه عن الخطط الاستراتيجيه. طبعا داخل ضمن المالي بالتالي تخطيط مالي استراتيجي، اللي هي تساق الخطط الماليه في ضوء الإطار العام للخطة الاستراتيجية المنظمة. ولهذا فإننا سوف نبدأ دراستنا للخطط المالية عن طريق مراجعة المفاهيم الأساسية لعملية التخطيط الاستراتيجي. يعني باختصار أنه دراسة نقاط القوة ونقاط الضعف والخطط أو الفرص التي يجب أن نستغلها لدرء المخاطر التي يمكن أن نواجهها. حكينا أيضا عن المهمة اللي هي نقطة البداية المنطقية للخطة الاستراتيجية طويلة الأجل. هي المهمة التي تعبر عن السبب الأساسي لوجود المنظمة. يعني هي نفس الرسالة، انه من نحن، ايش هو موقعنا، ايش هو عملنا، ما هو الهدف المنشود اللي حابين نوصل له. حكينا ايضا عن نطاق الشركة. يحدد نطاق الشركة طبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة وحدوده الجغرافية، تشمل تلك الحدود طبيعة السلعة او الخدمة، القطاع، سوق المستهلكين، التكنولوجيا المستخدمة في الانتاج او المنافسة. يعني باختصار انه ما هو عملنا الرئيسي او ما هو النطاق الرئيسي للعمل لدينا، سواء كانت سلعة او خدمة سوقية عفوا سواء كانت سلعة أو خدمة سوقية للمستهلكين، إضافة إلى استخدامات العمل من قبلنا كشركة والتحديات التي قد تواجهنا. أي باختصار يعني بشكل أوضح المسير العام الذي نسير عليه. حكينا أيضا عن أهداف الشركة. تحدد بشكل دقيق المدير المالي الأشياء التي تسعى الشركة لتحقيقها خلال الفترات القادمة، ومن الممكن أن تساق تلك الأهداف بشكل كمي أو بشكل وصفي. يعني أهداف الشركة، ما هي الأهداف التي سننتجها سبب وجودنا وهدفنا الأمام. يجب أن يتوفر الوضوح في هدف ليرتسم لدينا طريق موجه يسار عليه. حكينا عن استراتيجيات الشركة أيضا. استراتيجيات الشركة عندما تحدد الشركة المهمة والنقاط والأهداف، فإنها تبدأ بإعداد الاستراتيجية التي يمكن أن تحقق تلك الأهداف. واستراتيجيات الشركة هي انعكاس المداخل العامة وليست المداخل التفصيلية لتحقيق الأهداف. يعني لما احنا وضعنا الهدف وحددنا مجال عملنا الرئيسي وحددنا النقاط ومنحنا الاستراتيجية، هي طريق العمل الموسع للوصول إلى هذه الأهداف. يعني طريق العمل بشكل موسع وليس بشكل تفصيلي. حكينا أيضا عن الخطط التشغيلية، حيث تهدف الخطة التشغيلية لتزويد العاملين بالإجراءات التفصيلية وضوابط التنفيذ والأداء في ضوء استراتيجية الشركة. وتتضمن الخطة أيضا تحديد المسؤوليات والأعباء الوظيفية مع تحديد للأشخاص القائمين بالتنفيذ. يعني تتكلم عن توزيع أدوار ومهام وأعمال، وما هي المسؤوليات، وتحديد الأشخاص المنفذين للتراتب الوظيفي بشكل عام. حكينا أيضا عن خطوات إعداد الخطة المالية. كانت هي وضع نظام القوائم المالية المتوقعة التي يمكن استخدامها لتحليل أثر خطط التشغيل على أرباح متوقعة والمؤشرات المالية. أيضا من خطوات إعداد الخطة المالية تحديد الاحتياجات من الأموال لتنفيذ الخطة التشغيلية، يعني كمية الأموال اللي تحتاجها تنفيذ هذه الخطة. التنبؤ بمدى توافر الأموال اللازمة خلال 5 سنوات القادمة. لازم تكون في عندنا قراءة واضحة للسوق وللمستقبل القريب، وش قد يلزمنا مادة، يعني أموال سائلة أو مادة خلال 5 سنوات القادمة. رابعا تكون نظام للرقابة وتدعيمه لضمان وضع الضوابط بالحصول على الأموال وتوزيعها حسب الاستخدامات المحددة من قبل. يعني بشكل عام نظام هي نظام رقابة وتدعم وضع الضوابط. طبعا حسب خطة نحن نكون واضعينها من قبل، يعني خطة موضوعة مسبقة الوضع. خامسا تحديد الإجراءات التي يمكن أن اتخاذها في حالة الرغبة في تعديل الخطة الأساسية وفي حال تغيير ظروف التنفيذ. من الإجراءات التي نحسن نتخذها أو نمشي عليها
في حال انه حابين نغير الخطه الاساسيه، يعني غير الخطه اللي كنا يعني واضعينها خطة بديلة، لما تتغير عندنا الظروف. يعني ممكن نعتبر هاي انه شو الخطة البديلة في حال تعرضنا للمشاكل، وحسب المؤشر لوين بنوصل بمؤشر الانخفاض ممكن انه نستعيض عنها بالخطة البديلة اللي واضعينها. طبعا هو كل مجال عمل، يعني بشكل عام كل مجال عمل اي مشروع لازم يكون في عندنا خطه اساسيه وخطه بديله في حال تغيرت عندنا الظروف. يعني احنا كنا واضعين خطه على اساس الظروف الحاليه اللي عم نعيشها، بس رغم ذلك مشان نكون ناجحين بعملنا لازم يكون في عندنا خطه بديله، لانه في حال تغيرت الظروف وما حسنا نكمل على الخطه الف الخطه الاولى اللي كنا واضعينها، يعني مستحيل انه نوقف مباشره ونمشي على الفشل المالي او على الفشل بالمشروع او على الفشل باداء مهامنا. لازم يكون في عندنا خطه بديله في حال تغيرت عندنا الظروف نمشي عليها لاستمراريه العمل. راح اوقف هون دكتور، الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافية يا استاذ ابراهيم، ومشكور كثير، شكرا كثير لمداخلتك الحلوة. الله يخليك يا دكتور، انت تسلم. طيب تفضل استاذ سلمى. عندنا المكونات الأساسية للخطة المالية: تحليل القدرات والظروف المالية الحالية للشركة، أي تحديد قوة الشركة أو ضعفها. ثانيا إعداد القوائم المالية التقديرية للشركة، أي خسارة أو ربح أو فوائد تتم بشكل تقديري، يعني ليس بشكل ملموس إنما بشكل تقديري. التنبؤ بالمبيعات، أي التنبؤ بالمبيعات للسنوات القادمة، أي كم سيتم المبيعات في السنوات القادمة. أعداد موازنة الرأسمالية، أي الموازنة العامة لجميع رأس مال الشركة من أصول ثابتة أو قوة سوقية. الموازنة النقدية هي أموال نقدية سائلة الموجودة بالشركة. أعداد خطة تمويل خارجي، أي القروض أو السداد من البنوك، أي قروض طويلة الأجل أو قروض قصيرة الأجل. بالنسبة للتنبؤ بالمبيعات، وضع الدراسة أو تحليل عن طريق الأرقام للسنوات القادمة للمبيعات. المتغيرات التي يجب مراعاتها عند التنبؤ بالمبيعات: تشكيلة منتجات الشركة مثل إنتاج الشركة، الظروف الاقتصادية أي الأزمات الاقتصادية لبعض الدول التي تمر بها بعض الدول، الحصة السوقية للشركة، والطاقة التسويقية للشركة. تمام، الله يعطيك العافية يا أستاذة سلمى. بعتقد أنت شاركتي معنا مؤخرا، يعني ما كنت ببداية الجلسات، ما شاء الله عليك. هاي الأستاذ محمد مصطفى، يعني يقول ما شاء الله ربنا يوفقكم، تقديم رائع. حياك تسلم، الله يا شكرا أستاذ جزيلا. مصطفى. أنا شاركت من المحاضرة السادسة تقريبا، من الجلسة السادسة. نعم تماما، انتبهت عليك ما كنت معنا بأول الجلسات. إن شاء الله يكون لحقت تراجعيهم عن طريق التسجيل. ولا بديت فيهم، وإن شاء الله راح أكملهم. إن شاء الله إن شاء الله، لأنه في عندي كلفتكم بمسألة مالية، فبتمنى نعم. يعني الجميع يكون يحلها ويبعث لي الطريقة كيف كإدارة مالية يعني. في لحد اليوم بعث لي الأستاذ إبراهيم العمر، وفي بعث لي الأستاذ فارس، لكن بعث لي الإيميل فاضي، ما فت عليه ما شفت المسألة. ما أستاذ إبراهيم يقول يعطيك العافية، كانت مشاكلها في عوضة عن كل الغياب والتأخير. الله يبارك فيك يا أستاذ إبراهيم. طيب هلا بنبدأ ب طيب حياك الله أستاذ. أنا حاليا عم سوق. أستاذ فارس، الإيميل اللي بعته فاضي، ما في، وأنا بعت لك رد إنه الإيميل فاضي.
يوزر ملف مو متحمل. طيب ما في مشكلة، حاول ترجع تعيده مرة ثانية، تبعت لي إياه من جديد، لأنه بقول لك وصلني فاضي. تفضل أستاذ إبراهيم. تحياتي لك دكتورنا. حياك الله. دكتور أحمد، بس العفو واستفسار بسيط. أنا جديد تحملت معي الجلسة نعم التاسعة، وشفت إنه في عندنا مسألة كأنه كوظيفة أو كحل، نعم. بس ما بعرف، عم استغرب شغلة، وإذا ما سألت عنها يعني راح أنفجر بصراحة. سأل سأل. أنت عم تقول بدها ساعتين ثلاثة. إيه نحن اتوقع حلينا شيء مشابه لها بالجلسة السادسة. أنت اشتغلت على البرنامج الوورد، إيه. شيء مشابه لها. ما يعني ما مو مستاهل أكثر من نص ساعة ككتابة كاملة، مع حل، مع آلة أنا حاسبة، مع ما عم بعرف ايش، بعطيك مو حد مستاهل نص ساعة. عم بعطيك حد أقصى، عم بعطيك حد أقصى، لكن إذا بتلاحظ مرة بشكل سريع مضبوط، دقيق الملاحظة فعلا. نحن من مرة بشكل سريع أنا ضربت كل مثال على الوورد وفتحت وصرنا على السريع نمشيها. ايه يعني هي عبارة عن النسب المئوية، نطالعها وخلاص نطرح طرح تمام عادي، يعني ما تمام. بدش هي العمليات ترتيب. المعقدة. نعم. لكن أنا أعطيت وقت، يعني الواحد يشتغل على مهله كرمال يرتبه ترتيب ممتاز يعني يكون. تمام دكتور. دكتور بس بالنسبة أنا آسف، ما بعرف يحق لي أسأل هيك ولا لا، بس تفضل. الاستفسار الآخر فقط بالنسبة للسهم والسند. هلا نحن نعم يعني كيفيا نعطي القيمة، يعني هلا بشكل عام السهم نسبته أكثر من نسبة السند، كون السند يعني له أربع نعم. دورية، إنه كل شهر أو كل فترة تماما. معينة عن استفاد المبلغ الفلاني. نعم يعني أنا كيفي أعطي السهم تماما. قيمة أكبر من تماما. تمام. بدك تعطي سهم، انا اعطيكم خيارات. هلا هذا كل المساله هي افتراضيه، ما هي حقيقيه نهائيا، لكن أكيد افتراضيه. أكيد أكيد هي افتراضيه كلياتها افتراضية. فنسبي انا اعطيكم. انا طبعا ما بقول لك انت حط لي السهم اكثر من السند، انت من حالك لازم تعرف. معقول يكون السند بسعر طبعا هي السهم، كان ما حدا اخذ سندات، كان كلهم صاروا السهم. ياخذوا كلهم اخذوا سندات ما اخذوا اسهم. تمام دكتور، هو بشكل عام أكيد السهم دائما إيه. نسبة السند، كون السند ربحه بشكل دوري كل فترة معينة له الربح الفلاني ياخذه، بس السند تماما. احتمال فهذا يربح شيء أكثر. تقديري، فهذا انا وضعته لكم انه بيني، يعني اللي حاضر معنا ومنتبه معنا رح يعرف شيء تقديري، انه من غير ما اقول له انا رح هو لحاله يوضع انه النسبه الاكبر هي للسهم والنسبه الاصغر هي للسند. هلا دكتور، في حال ما بعرف، انا ما كاني ما شفت ايميل، او ما بعرف لوين نبعث الحل، او لا هلا في ابعث حال تعثر ايميلي. معي هالشيء، في حال تعثر معي هالشيء راح مثل ما احلها على الورق نظامي، راح ابعث لك صورة على الواتس، كونه في عندي حسابك على الواتساب. ما في مشكله، بعمل لها مراجعه سريعه، اذا كانت تمام بقول لك تمام ماشي الحال. هي لو تكتب على الوورد او سواء على الموبايل او على الكمبيوتر افضل يعني من على الورق. تمام بس دكتور، احنا هلا بس خلصنا. كمسودة، كمسودة يعني معلش على الورق شوف لك اياها كاطلاع سريع. تمام دكتور، هلا بس خلصنا الجلسة راح احاول اكتب على الوورد، مشان بس اذا ما مشي معنا الحال او كذا، اللي حليناها على الورق كمسودة نصورها نبعثها على الواتس. نعم تمام ممتاز. ألف عافية دكتور، ما قصرت، مشكور دكتور. الله يعافيك بارك فيك. استاذ فرج، في الايميل انا بعته على المجموعة، بعته على المجموعة، هلا برجع ببعته مرة ثانية. لا برجع ببعته مرة ثانية على المجموعة مشان ارسال الحل. يلا حياك الله. طيب هلا نبدأ بالجلسة الأخيرة اللي بنبدأ فيها بأسلوب النسب الثابتة لإعداد الميزانية التقديري. يعني هي كيف نحن رح يكون نسب لإعداد الميزانية التقديرية. خطوات. لهون نحن عم نحكي على شيء تنبؤي، تمام، عم نتنبأ ضمن الخطة اللي واضعينها، احنا ما في شيء ملموس أمامنا، كله عم نكتبه على الورق، عم نجدوله بشكل توقعي للأمام. الخطوة الأولى بالنسبة للميزانية التنبؤية إعداد قائمة الدخل التقديري، يعني الداخل والخارج بنسميها، كل شيء وارد على
شركتنا بنسميها قائمة دخل، داخل والخارج ممكن استحقاقات لا إيرادات لكل شيء داخل وخارج نحن بنسميه قائمة دخل. طبعا نحن لو انه ميزانية ما هي تقديرية، ميزانية عمومية او ميزانية، فنحن كنا وضعنا من دون كلمة تقديرية إعداد قائمة الدخل. الخطوة الثانية اللي هي إعداد ميزانية تقديرية. الميزانية مثل ما حكينا في عندنا نظامين للميزانية، في عندنا نظام شمولي وفي عندنا نظام مفصل. النظام الشمولي اللي هو هرمي من الأعلى للأسفل، الأعلى للأسفل، يعني بنبدأ بالإدارات العليا، بالمكاتب، يعني مكتب تنفيذي نوضع له نسبة مثلا نسبة ميزانية 1%، 2%. مثلا المستودع أو المخازن، إدارة المخازن مثلا 3%، 4%، 5%. وهيك على الإدارات كلها لا نوصل للمرأة كلياته عم نوضع له. لكن نحن ما عم نحكي هاي ميزانية عمومية، فما عم نحكي عن مفصلة. بنوضع الإدارات العامة بشكل عام، يعني ما بنوصل لتفصيل موظفين أعدادهم وكل موظف وقد ايه النسبة، لا هاي بتدخل ضمن التفصيلي، ضمن موازنة التفصيلي. يعني إذا بالخطوات الأولى، الخطوة الأولى هي عدينا قائمة الدخل. الخطوة الثانية بهاي طبعا ميزانية تقديرية، كون عم نوضع خطة مالية للأمام طريق تخطيط استراتيجي مالي. عدينا القائمة الدخل التقديرية، بعدين قمنا بإعداد الميزانية التقديرية. بعدين الخطوة الثالثة توفير الأموال الإضافية، يعني كيفية توفير الأموال الإضافية لإتمام عمل هالنشاط اللي عم نقوم فيه. الخطوة الرابعة اللي هي تغذية العكسية للقرارات المالية اللي بنسميها بشكل عام هي تغذية راجعة. يعني كيف؟ هلا مثلا أنا الجلسة الماضية أعطيتكم هاي الجلسة كيف صار في عندي تغذية راجعة حتى أتأكد إنه المعلومات ترسخت تمام. صارك انا سكرت المايك وانتم فتحتوا المايك وصرتوا تحكوا لي، فعرفت حالي شو بالجلسه الماضيه تم الاستفاده من كلامي، تم الاستفاده من كلامي. طيب القرارات، تغذيه الراجعه، التغذيه العكسيه للقرارات الماليه، يعني القرارات الماليه اللي انا وضعتها ضمن الخطه هاي كمنفذين خليهم هن يعيدوا لي هي شو هي القرارات وكيفية تنفيذها، حتى أتأكد أنا أنه كل أموري تمام، كل أموري تمام ضمن هالخطة هاي. طيب عندنا تحليل التنبؤات المالية. تحليل التنبؤات المالية مثل ما حاط لكم بالصورة، بنجيب بصارة وبنقلها بصرنا لنعرف شو جاينا للأمام، مو هيك؟ شو لقدام رح يصير معنا. لا، بالنسبة للتحليل أنا بدي يكون في كلامي والأرقام هي عن شيء دقيق موجود، يعني عن واقع، بنطلق من واقع على أساس بيتم التنبؤ للأمام، وليس عن طريق تبصير أو طريق تخيل نشوف بدي يصير، لا عن طريق أرقام موجودة وتحليل واقعي بمقياس سنوات سابقة. تحليل القوائم التقديرية، وذلك للتحديد أو للتأكيد من أن التنبؤات المالية تتفق مع الأهداف المالية للشريك كما نحددها بدقة في الخطة المالية التشغيلية. فإذا لم تتفق وتحقق قوائم تقدير الأهداف المالية للشريك فالأمر قد يتطلب تغيير بعض عناصر التنبؤ، يعني منقيسة ضمن الواقع. أنا واضع إنتاجي 100,000 طن، لازم يكون انتج تقديريا، يعني واضع ضمن الخطة انه انا الارباح راح تجيني من خلال مبيع 100,000 طن من البضاعة. طيب اذا انا بعرف طاقتي الانتاجية، حتى لو صار في عندي تكثيف بالعمل وصار في عندي ساعات عمل اضافية ما بتوصل كحد اقصى ل 60,000، معناها انا عم وضع تخيل. فلما وصلت لهالشيء برجع على خطتي من اول وجديد، بعدلها بما يتناسب.
بعدلها بما يتناسب. يعني هو معقول أنا أفشل الخطة من قبل ما تبدأ، لأني بدي انطلق من واقع، بدي انطلق من واقع، من واقع قوتي السوقية، قوتي الإنتاجية، وجودي، عملي، وأنا بعرف شيء من خلال تقديرات السنوات الماضية وتوقع السنوات القادمة. طيب هلا بنتقل على فصل جديد اللي هو تأجير وشراء الأصول. تأجير وشراء الأصول، تمويل عملية شراء وتأجير الأصول. رح نتعرف كيف بيتم تمويل عملية شراء وتأجير الأصول. من القرارات المالية الهامة التي تواجه المدير المالي في أي مشروع القرار الخاص بتوفير إحدى الآلات أو المعدات الهامة اللازمة لإحدى الإدارات، مثل إدارة الإنتاج، والمطلوب منه المفاضلة بين مصادر التمويل المتاحة، وذلك لاختيار مصدر التمويل الأقل تكلفة. يعني أنا كشركة كإدارة مالية بحتاج لآلات أو معدات. يعني ممكن في عندي احتياج للسيارات، قافلة سيارات جديدة، لأنه في عندي من ضمن الخطة هاي، أو صار في عندي الطلب، وقافلة السيارات اللي عندي ما عادت توفي الغرض. أو بدي معدات، ممكن آلات جديدة، بدي أزود خطوط الإنتاج، أو بدي أرمم الآلات القديمة. هون بيكون كإدارة مالية عندي مفاضلة أيها أنسب، وكيف رح أعتمد على مصدر التمويل المتاح. هل في إمكانية لمصادر تمويل داخلية عن طريق الأموال المجمعة أو المحتجزة، أم أني سأعتمد على الأموال الخارجية؟ طيب، وإذا اعتمدت على الأموال الخارجية، هل قادر أنا على السداد؟ أيضا لما بدي أعتمد على الأموال الخارجية، أنا بدي أعتمد على قروض طويلة الأجل أو متوسطة الأجل، أو كيف راح يتم عملية السداد، أو أنا قادر على عملية السداد؟ إضافة للداخل، هل أنا إذا اعتمدت على التمويل الداخلي ممكن يكفيني كأموال طيلة فترة العمل بهذا المجال؟ كل هاي الأمور بيتم المفاضلة عن طريق إدارة مالية حتى يجد الأنسب للعمل، ويتم القرار طبعا عن طريقة بيانات دقيقة وليست توقعات وهمية مبنية على خيال أو آراء شخصية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ سامي، أهلا وسهلا. طيب، خيارات المدير المالي في شراء الأصل المطلوب. طيب لنشوف شو في عنده خيارات كمدير مالي. طيب، أول شيء شراء الأصل الجديد عن طريق الأموال الداخلية للمشروع، يعني حق الملكية. تمام، مثل ما حكينا في عندي أموال موجودة، داخلية. هل أنا قادر هون؟ أنا لما أتخذ كقرار أنه الشراء، فبدي يكون في عندي قدرة، يعني أنه يكون في عندي قدرة على شراء ممكن نص هاي الأصول أو الآلات، والنص الثاني اقترض، وبالتالي ما بيضل في عندي نهائيا قوة داخل الأموال. أو ممكن أنا يعني اقترض كامل بطويل الأجل دون ما استعين بالأموال الداخلية، بالتمويل الداخلي. الاقتراض لشراء الأصل الجديد، لشراء الأصل الجديد. هون عم نحكي انه نحن بنفصله كإدارة مالية، نوع الاقتراض، طويل، متوسط، قصير الأجل، وكيف هو الاقتراض، وكيفية عملية السداد. وبتوقع انه انا كيف الفترة هاي راح اقدر سدد الا لا. ايضا تأجير الاصل المطلوب شراؤه عن طريق شركات متخصصة مقابل ايجار دوري خلال فترة معينة. طيب، ممكن يحسبها كإدارة مالية انه انا حتى اثبت هالمبلغ هذا بهالاصل المالي، انه في الاصل الثابت، ويصير في عندي مال مجمد طيلة حياة عمل المشروع. ليه انا ما بيكون يعني ممكن استثمره اللي هو استئجار عن طريق مستحقات دفع شهرية او سنوية او نصف سنوية او ربع سنوية، واشتغل بهالاموال هاي.
تكون هالأموال اشتغل فيها أفضل ما أجمدها بهي الأصول. طبعا كإدارة مالية علينا التقدير والمفاضلة، بنحكي إنه كإدارة مالية بحسابات دقيقة آخر شيء بتطلع النسبة الأفضل للقرارات هي أيها يجب أن يتخذ. طيب، مزايا التمويل التأجيري. يعني هلا هاي بالنسبة للمزايا، يعني إنه ممكن أنت بدك تستأجر، يعني المزايا اللي بتمتع فيها، أو حتى ممكن تسميها مبررات، حتى أنا يعني بستفيد منها كإدارة مالية، حتى ممكن بدل ما أقترض أو ممكن أعتمد على الأموال الداخلية، ممكن استأجره، يعني استثمر، ادفع آجار لهالشيء الأصول اللي بدي يشتغل فيها. أول شيء، يستطيع المستأجر أن يقوم بتغيير التعاقد أو إلغائه. يعني أنت عامل عقد كل سنة وعم يتجدد، أو ممكن عامل عقد ل10 سنوات، لكن يحق لك التغيير في أي وقت، إلغاء أو فسخ العقد. هاي ممكن أنت متفق عليها كعقد بينك وبين المؤجر. هاي من المزايا، يعني بأي لحظة صار ما عاد بدك هالأصول هاي، أو بدك تغيرها أو بدك تشتري غيرها، ممكن تفسخ العقد مباشرة باتفاق تم بين الطرفين. في عندنا يتيح التمويل التأجيري حق اقتناء الأصل واستخدامه بدون اللجوء إلى مصادر اقتراض أو زيادة في رأس المال. كيف؟ عن طريق الأقساط. أنا دفعت أول شيء كأجور خلال فترة معينة، دفعت أجور للمؤجر، لكن اتفقت بعد فترة على صيغة معينة إنه أنا بدل ما أدفع أجور، شو رأيك اشتريه بالتقسيط؟ ممكن اشتريه بالتقسيط، فممكن يقبل. هذا أيضا من مزايا التمويل التأجيري. في حدا عم يفتح المايك مو منتبه كأنه. طيب، في بعض الأحيان قد يكون المصدر الوحيد المتاح أمام بعض الشركات هو الإيجار نتيجة ضعف المركز المالي. يعني أيضا في بعض الأحيان ما بيكون في خيار ثاني إلا أنه استأجر. ما في الأقراض علينا كثير نسبة سداد، وكثير في علينا قروض متوسطة وحتى قصيرة وطويلة الأجل. أموال داخلية ما في، يعني متعبة الأموال الداخلية، فبيكون ممكن الخيار الوحيد الموجود أمام إدارة مالية. في عنا أيضا قيام المشروع بإيجار بعض الأصول لتوفير بعض المميزات الضريبية اللي حكينا عنها. أنا لما يصير في عندي دفع أجور فلا تخصم الضريبة، الوعاء الضريبي لا يشمل هذه الأصول. أما لما بيكون في عندي أنا الأصول الثابتة كلها على حسابي وما في عندي أي شيء أجور، ولا عندي أي فوائد ولا أي قروض أخذها أنا، راح يزيد عندي نسبة الضرائب. يعني بعتبرها هاي كالتفاف حول الضرائب. ممكن هاي أيضا من مزايا التمويل التأجيري. في عندنا عادة يقوم المؤجر بتوفير خدمة الصيانة ومصاريف التشغيل، اللي هي مكلفة صراحة على طيل فترة العمل الآلات هاي. يعني ممكن العقد مكتوب بين الاثنين انه الصيانة، مصاريف التشغيل، المحروقات، هي كلها علي طيلة هالفترة هاي، طيلة هالفترة هاي اللي انت مستأجر. يعني مزايا كشركة، شركة مؤجرة، فبالتالي ممكن تطمع انت او كإدارة مالية تلاقي هالشيء اوفر لك وافضل. طيب، مقارنة قرار التأجير بقرار الاقتراض. راح نشوف نقارن التأجير بالاقتراض ونشوف ايها افضل. يستطيع المدير المالي بالنسبة للاقتراض لشراء الأصل. يستطيع المدير المالي الحصول على قرض لشراء رافعة وسداد، هي طبعا مثال، وسداد قسط ثابت سنوي
مقابل أصل القرض والفوائد ومقدرها 19,870 دولار لمدة 7 سنوات. تحمل الشركة مصاريف الصيانة والإصلاح بتكلفة 7,400 سنويا. تكلفة الإقراض السائد في السوق 10% مثل ما حكينا التكلفة. طيب نحن رح نعمل حساب سريع هلا بنشوف على الاستئجار الأصل. طيب استئجار الأصل يستطيع أو تستطيع الشركة استئجار الأصل لمدة 7 سنوات، ذلك مقابل قيمة إيجارية سنوية وقدرها 29,400 دولار شامل لمصاريف الصيانة وخدمات الإصلاح. طيب أيها برأيكم أفضل؟ أفضل. طيب أنت كإدارة مالية بتقترض لشراء أصل أم بتستأجر أصل؟ كرافعة حسبناها نحن هلا كمثال تقريبي رافعة. شراء أصل. طيب طبعا في شغلة هون آخر الشيء نحن إذا بدنا نحسبها بشراء أصل استئجار أصل. طيب هو بصير ترى على فكرة حسبناه مرة هي تقريبا قريب لبعضهم الاثنين قريبين لبعض. لكن في ممكن فرق انه لان تكلفة راح تكون بالصيانة مكلفة. معناها في شغلة انت قلتي الاقتراض لشراء اصل. اقتراض لشراء اصل فلازم معناها تحكي انه استئجار اصل. اذا شراء اصل فانت عليك الصيانة. انت عليك الصيانة. اما اقتراض اما استئجار فهن عليها الصيانة. فهن عليها الصيانة. لكن في ميز هون بالنسبة للاقتراض لما انت دافع اموالك وعم اشتريت هالاصل هذا بالنهاية لما بدك تبدل الاصل بدك تبدل هالاصل عندك آلة او بيت او مستودع او شيء انت بتبيعه وبتجيب شيء جديد. بتبيعه وتجيب شيء جديد يعني راح يعني ثمنها 10,000 او 9,000 دولار يعني بالنسبة لهي الرافعة. بالنسبة لهي الرافعة يعني هي بنضيفها بنخصمها من النسبة المكلفة عليها. بالنهاية انت عندك انت مالك صار في عندك رافعة باسمها فبالتالي لما بيصير في عندك جرد كامل او بدك تغير او بدك تجدد فانت بتستفيد من ثمنها. هلا طبعا اذا بتحسبوها هي الفرق مو كتير كبير يعني قريبين لبعض الاثنين. لكن كإدارة مالية انت ممكن تقدر ايها افضل. طيب عقود تمويل الأصول عن طريق المشاركة عبارة عن عقد بين البنك وعميل الاستثمار. بمقتضى هذا العقد يتم الاتفاق على المشاركة في رأس المال بنسب محددة على أن يقوم العميل بالإدارة ويتم اقتسام الأرباح فيما بينهم بنسبة مشاركة كل شريك في رأس المال خلال فترة محددة. يعني كيف بيكون هاي عم بتصير حتى بالشراكات العادية بالمشاريع حتى الصغيرة. يعني بيكون حدا هو عليه رأس المال وانت عليك الإدارة والعمل والاقتسام الأرباح بالمنتصف خلال فترة محددة. خلال فترة محددة طبعا بيتم هون الربح والخسارة على 2. الربح والخسارة على 2 يعني بيتم التمويل من خلال البنك لهالشخص هو عليه الإدارة هو عليه العمل وبالنهاية رح يتم اقتسام الأرباح. هاي عقد تمويل الأصول عن طريق المشاركة. عن طريق المشاركة من بين طبعا عقد لفترة محدودة ممكن سنة 2 أو 3. أنواع عقود المشاركة. المشاركة في رأس مال المشروع أو عقد مشاركة في صفقة معينة أو المشاركة المتناقضة التي تنتهي بالتملك. أول شيء المشاركة في رأس مال المشروع
يقوم البنك في هذا النوع من المشاركة بشراء الأسهم أو المشاركة في تمويل رأس المال العامل للمشروع مع قيام العميل بالإدارة. هاي مناصفة جزء عن الخروج والعودة مرة أخرى. ولا يهمك أستاذ سامي، بس انتبه معنا هون. هاي فقرات دقيقة انتبه عليها. هلا أنواع المشاركة عندنا. أول شيء هي المشاركة برأس مال المشروع، اللي بيكون البنك هو مشارك لهالمشروع هذا. كيف بيكون ممول لرأس المال، مشارك بشراء الأسهم أو تمويل رأس المال العامل كامل. يعني عن طريقة التمويل هذا بيكون هو النصف الشريك الأول. النصف الثاني اللي هو الإدارة، صاحب الشركة اللي بيقوم بالإدارة بشكل كامل، ويتم الابتسام بالمنتصف أو حسب النسبة المتفق عليها بين الشركاء. حسب النسبة المتفق عليها بين الشركاء. ولا يهمك يا أستاذ فرج. عندنا النوع الثاني من المشاركات، عقد المشاركة في صفقة معينة والاتفاق والدخول في عقد شراكي لعملية استثمارية محددة ذات طبيعة نشاط معين وتنتهي فترة محددة. مزايا هذا النوع من المشاركة سرعة دوران رأس المال البنك، تعظيم العائد المتوقع، وتوزيع مخاطر الاستثمار. طيب، في عندنا ببعض البنوك او اغلب البنوك، يعني انت لا كمستثمر او كتاجر او معروف، يعني انت بعملك بعالم المال والاعمال، ممكن تقدم مشروع لهالبنك هذا. انت بتمولني هالبنك خلال فتره مثلا شهرين او ثلاثه، وتعطيه تفاصيل كامله عن المشروع هذا اللي راح تقوم فيه. بتم دراسه من قبل البنك، يتم الاتفاق ويتم توقيع العقد. طبعا خلال فتره معينه ونشاط معين محدد، انت مفصله تفصيل لهالنشاط هذا مقدمه. صار الاتفاق، صار العقد، قام المشروع، نجح المشروع في اقتسام ارباح على نسب معينه، يتم تحديدها بين الطرفين. طيب، ممكن تحكوا شو البنك راح يستفيد؟ ممكن راح يستفيد في عندي زياده دوران راس المال البنك. يعني عندي على طول المال عم يشتغل مواقف، المال عندي بالبنك عم يشتغل مواقف. صار في عندي عائد زائد، صار في عندي تعظيم للعائد إضافي للمخاطر الاستثمار المتوقعة. صار في عندي انخفاض فيها، لأنه موزع استثماراتي بأكثر من مكان، أكثر من شركة وأكثر من مستثمر. هاي الفوائد اللي بيستفيدها كبنك. الشركة الثانية اللي هو استفاد تمويل هالمشروع هذا اللي هو ما كان قادر يموله، وبالتالي صار في أرباح وتعظمت الأرباح للجهتين. المشاركة المتناقضة التي تنتهي بالتملك، انتبهوا عليها هي. يتميز هذا النوع من عقود المشاركة بأن البنك يسمح للعميل الشريك بحق أن يحل محل بنك في ملكية المشروعات أو المشروع دفعة واحدة أو على دفعات حسب الشروط المنصوص عليه في التعاقد، وبالشكل الذي يكفل استخدام عائد المشارك في سداد حصة البنك. طيب، هلا هذا النوع من انواع بيكونوا هو يعني شلون بالدول اللي عندها بحبوحه ماليه، خلينا نسميه، يعني الدول القادره على التمويل، يعني عم تعطيك مجال للعمل، عم بيمولك البنك بشكل كامل. بحال صارت ارباح فينك انت من خلال العقد هذا يعني تسدد اقساط للمال المدفوع لك من قبل هذا البنك، بالتالي يمكنك التملك. يعني صار في عندك انت البنك عطيك 5 مليون دولار، في عندك ارباح شهريه هي 200 الف دولار، 100 لك و100 للشركه، هذا شيء افتراضي يعني، او 300 دولار، 300 الف. طيب، ممكن انت تاخذ 50,000 منهم و100 ألف ترجع تعطيها لشو؟ انت حصتك 150,000 والبنك حصته 150,000. طيب، انت رح تاخذ 50,000 ماشي، و100 ألف ترجع تعطيها للبنك، بصير البنك اخذ منك 250,000. بالتالي
راح يكون هاي اعتبار قسط من اقساط المال اللي دافع لك البنك، وبيتم الاتفاق انا بدي سددك الاموال اللي دفعتها انت يا البنك من خلال العائد من علي من الارباح، العائد علي من هالارباح. طبعا موافق البنك لانه بالاساس هو كتب معك العقد على هيك اساس. هذا يعني المشاركه طبعا بيكون هي مساعده للعمل وتشجيع لتطور التجاره والاستثمار بالبلد الموجود. طبعا مثل ما حكينا اللي بيكون عنده هالبلد ما في ضائقه اقتصاديه وماليه، يعني بيكون عنده بحبوحه ماليه، فبيساعد الناس حتى تعمل. الفصل الأخير اللي رح نحكي فيه هلا عن الفشل المالي. الفشل المالي، الفشل المالي هو النهاية المؤسفة لأي مشروع يتوقف على المعيار الذي يتخذ أساسا للحكم عما إذا كان المشروع ناجحا أو فاشلا، وعما إذا كان التوقف عن دفع وتحقيق الخسارة دليل الفشل المالي عن عدمه. دليل الفشل المالي بغض النظر عن نوع الفشل المالي، هل هو الإفلاس أم هو التراجع بالربح أم هو عدم الوصول إلى القمة، حسب أنت ما بتحسبه كشركة أو مؤسسة أو منظمة. بغض النظر عن كيفية التفاصيل الفشل المالي على اختلافه فهو فشل مالي، يعني اللي هو تراجع على اختلاف حسابه. يعني هو النهاية المؤسفة، بنهاية المشروع هذا ما حققنا أرباح، ممكن نعتبره هذا فشل مالي. طيب بنهاية المشروع صار في عندنا خسارة، نعتبر فشل مالي. بهذا المشروع ما وصلنا للمؤشر اللي وضعناه، نحن واضعين مؤشر للأرباح، مؤشرات الأداء للربح لازم نوصل لرقم معين، ما وصلنا بنعتبره هذا فشل مالي. طيب وصلنا للإفلاس بنهاية المشروع، هذا أيضا نعتبره فشل مالي. إذا هو النهاية المؤسفة لأي مشروع بغض النظر عن نوعية التصنيف في الفشل المالي، لكل مشروع حسب اختلافه. طيب أهم أعراض الفشل المالي اللي هي يعني الرشح والقريب، مو هيك؟ في عندنا أعراض للفشل المالي حتى نعرف أنه صار في ممكن يصير عندنا فشل مالي. أول شيء دفع الفوائد متوسط الأجل عن طريق اقتراض قصيرة الأجل، اللي هي فاشل، يعني هاي بدك تبدأ تنهار. كيف انت عم تسدد فوائد متوسطة الأجل، يعني فترة ممكن نصف سنوية، عن طريق الديون قصيرة الأجل اللي هي ديون شهر أو شهرين. فأنت عم تدمر حالك دمار، أنت عم تدمر نفسك بهالحالة هي. طيب توزيع الأرباح على المساهمين عن طريق قروض، يعني فقط أنت كمالك أو صاحب الملكية الكبرى بهالمؤسسة هي عم تشغل المال كله، وبتقترض حتى تعطيهم نسبهم، عم تشتغل بالأموال الربحية للأسهم، وعم تقترض حتى تعطي أصحاب الأسهم أرباحهم. أو في عندك أنت تراجع مالي وبدك تضل أنت كمحافظ على القيمة السوقية للسهم، بتقترض أو تدفع لأصحاب الأسهم أرباحهم. هذا فشل مالي أيضا راح يكون من أهم أعراض فشل المالي. عدم تكوين مخصصات والاحتياطات الكافية لعملية تجديد الأصول الثابتة، يعني عندنا الآلة ما هي مدى الحياة، راح تضل تشتغل على نفس الوتيرة ونفس العمل. حتى لو اشتغلت على نفس الوتيرة ونفس العمل بده يصير في عندي تطور بسنوات جديده، كل فتره عم يجي الات جديده، او في عندي تطور بخطوط الانتاج او تطوير بالانتاج بحد ذاته. فهي راح اضطر اذا ما عندي مخصصات احتياطيه اللي هي اموال مجمعه او ارباح محتجزه، يعني تمويل داخلي، اضطر حتى امول بشكل خارجي، بالتالي راح يصير في عندي سداد مستحقات وفوائد اللي مترتبة على هالأموال هي اللي آخذها أنا، وبالتالي رح يصير في عندي نوع من أنواع الفشل المالي.
تمويل الأصول الثابتة بقروض قصيرة الأجل. أنت عندك السوق ما فينك تتحكم فيه، يعني اليوم بكرة بسدد خلال شهر شهرين، ما ممكن، بصير في عندك مشكلة يعني التزامات أو شيء. فلذلك هي القروض قصيرة الأجل يعني أقرب شيء ممكن للفشل المالي. ليش الشركات بتحاول قروض طويلة الأجل حتى لو زادت الفوائد، حتى ما تتحكم وقت السداد، يتحكم فيهم بعملهم كشركة أو مؤسسة. عدم تناسب حقوق الملكية للأموال المستثمرة في المشروع. يعني هون في عنا يعني مثلا شخص ممتلك 90% أو 80% من الأسهم، وباقي المشاركين وأصحاب الأسهم 20%. بالتالي راح يكون هو التصويت النسبي الأكبر له، القرارات راح تكون له، تصرفاته ممكن هي ما هي دقيقة وأحيانا بيحتاج للنصيحة، لكن هو إنسان دكتاتوري بالقرارات. بالتالي راح يكون في يؤدي لفشل، يتخذ قرارات مالية خاطئة، ما يوافق على الخطط المالية الموضوعة. هذا الشيء أيضا بيؤدي لأعراض أو بيكون بيؤدي لفشل مالي. تأجيل سداد أقساط القروض متوسط الأجل، يعني من أجلها حتى بيصير عندنا أول شغلة بيجمعوا، بيصيروا قسطين متوسطات الأجل، بيصير دفعهم بدل ما كنا ندفع قسط واحد صرنا بندفع قسطين، إضافة لشو صار في عندنا زيادة بالفوائد الموضوع على هاي الأقساط، لأنه إحنا أجلناه فبدأ تصير نسبة زوايد 1 و 2%. تأجيل سداد أوراق الدفع اللي عندنا من مستحقات، سواء للموردين أو سواء للعملاء اللي نحن عم نشتغل معاهم، أو للشركات اللي نحن عم نستجلب منها مواد خام. في عندنا مستلزمات هي كميالات مكتوبة علينا ومستحقات لازم ندفعها، بنأجلها، فبالتالي ممكن تتضارب هي والقروض البنوك، وممكن تتجمع كلياتها هي أوراق الدفع دفعة واحدة، ويصير ما عاد نقدر يعني نأمن، وصار في عندنا عسر مالي. بالتالي هذا كله بيتجمع مع بعضه حتى بيصير مصيبة كتير كبيرة على الشركة، وبالتالي رح يصير في عندنا فشل مالي، نبيع الأصول ونعمل شراكات، وكل هالشيء هذا بيؤدي إلى فشل مالي. انخفاض معدل العائد على الأموال المستثمرة، اللي هذا أهم شيء، الخسارة. يعني صار في عندي انخفاض أرباح، ما ضل في عندي أرباح، انخفضت، في عندي أنا مستحقات، في عندي التزامات، بالتالي ما صار في لسه إقبال كبير على الشراء الأوراق المالية، انخفض القيمة السوقية للسهم، صارت الناس تبيع الأسهم، صارت تفضل العقود والشراكات، بالتالي راح يصير في عندي فشل مالي. نقص قيمة رأس المال العامل اللي عم نشتغل فيه داخل هالشركة، صار في عندي نقص برأس المال، بالتالي ما راح أعرف أو أقدر استثمر بالشيء المناسب، أو ممكن يصير في عندي استثمارات، ممكن يصير في عندي تطوير عمل، ممكن عندي التزامات، ما عاد في عندي رأس مال موجود عامل. بالتالي راح ارجع على نفس قضية القروض متوسطة او طويلة الاجل او قصيرة الاجل، بالتالي راح اتوجه لموضوع الفشل المالي. طيب، في عندي اسباب داخلية للفشل المالي. عدم وجود تخطيط مالي مما يؤدي الى، يعني اول شيء لما بيكون في عندي فشل مالي داخلي هو عدم وجود تخطيط. عدم وجود تخطيط راح يؤدي الى عدة اشياء تؤدي الى الفشل المالي. اول شيء زيادة الطاقة الانتاجية باستثمار اضافي واستثمارات اضافية باصول ثابتة دون اجراء الدراسة الكافية. يعني انت لما عم تنتج كثير 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 وما في عندك دراسه للسوق، طيب السوق في عنده استيعاب معين للسوق، لان في شركات منافسه، وهالنوع اللي عندك انت في انتبهوا على المايك يا جماعه.
عندك استيعاب محدد للسوق، وعندك مخازن بحجم محدد. انت يعني اضفت يعني او زودت الانتاج بشكل مضاعف، فصرت تضخ البضائع بالسوق بشكل اكثر، بالتالي راح تكسد البضائع، واما بدك تخفض من نسبة الارباح عليها. شغله ثاني ممكن انت توضع بالمستودعات ويضلوا فترة كبيرة. حياك الله استاذ محمد، الله يبارك فيك. راح يضل فترة طويلة بالمستودعات، بالتالي راح يصير نسبة الإهلاك كبيرة. زيادة المال مستثمر بالمخزون من خامات دون إجراء دراسة التكلفة والعائد على هذا الاستثمار. يعني هون نحن بالنسبة للهلاك هون بيكون عندنا النسبة الأكبر، اللي هي مخزون خامات اللي هي قيد اللي بنحتاجها للإنتاج، موجودة مكدسة بالمستودعات والمخازن. فنحن جمدنا رأس مال كتير كبير بالمستودعات، صار في عندنا نسبة إهلاك، وصار في عندنا مصاريف زايدة، وصار في عندنا حجز المستودعات، وبالتالي هذا كله راح يقتطع من رأس المال العامل. المغالاة في البيع الآجل دون إجراء دراسات على العملاء مترتب عليه زيادة الديون المعدومة. يعني أنا عم أطرح بالسوق مبيعات آجلة، سواء سيارات أو ما إلى ذلك. صرت ما عاد أعمل دراسة تحليل شخصي للعملاء الموجودين عندي، فراح يزيد في عندي من الديون المعدومة، يزيد الديون المعدومة لأنه ما عرفت شو في عنده أصول ثابتة، ما عرفت شو عنده قوة مالية، وبالتالي راح يصير في عندي فشل مالي، او راح يصير في عندي ضعف براس المال العامل الموجود عندي. طيب، تقدير احتياجات المشروع من راس المال العامل على اساس الاحتياجات النقديه فقط. يعني انا معتمد على راس المال العامل فقط، هو اللي بجيب منه البضائع، هو اللي بيستجلب البضائع. ما بحتسب انه ممكن انا ازديقت واضع شيء بديل او قضيه بديله، اللي هي ممكن اقترض من بنوك عن طريق طويل الاجل حتى سدد هالمستلزمات علي، وبالتالي مشي مشروعي. لا، بعتمد على تمويل الداخلي وراس المال العامل فقط، عم نشتغل فيه اول باول. بالتالي راح يصير في نقص كل فتره، راح يصير في ناقص عندي، ممكن في تراجع عائدات، ممكن ما استغليت الفرص اللي بتجيني، بالتالي راح يصير في عندي تراجع مالي وفشل مالي. عدم توافر الخبرات الإدارية ما يؤدي إلى، يعني في عندنا ممكن الفشل هو بعدم وجود الخبرة أو القيادة المحركة بهذا العمل. عدم وجود تخطيط سليم لسياسة المشروع المالي، اللي هو أساس العمل هو التخطيط. يعني التخطيط الناجح يختصر 80% من جهد التنفيذ. ضعف سياسات الشراء والإنتاج والبيع والتحصيل، يعني هاي أيضا بتعتمد على الخبرة، بيكون في عندي خبرة بسياسات الشراء، إمتى بشتري، والإنتاج بأي وقت، والبيع وكيفية التحصيل والطرق، ومين هن اللي راح أعطيهم عن طريق طويل الأجل، وكيف بيتم التحصيل حتى ما يصير في عندي أموال معدومة التحصيل. عدم وجود نظام دقيق للرقابة الداخلية، اللي هو الصرف الزائد للمصروفات الغير دقيقة بالمشروع عندي، بيؤدي لتدهور العمل بشكل كامل، وزيادة المصاريف واللامبالاة وعدم الدقة، وكل هاي الأمور بعدم توافر الخبرات الإدارية اللي بتؤدي لهالأمور هاي، اللي كلياتها تنطوي ببوتقة الفشل المالي.
طيب، ضعف إدارة المشروع وعدم اهتمامهم بالنواحي التالية. يعني ممكن المشروع أيضا أسباب فشله أنه في بعض ما بيهتم فيها، تحليل التكاليف والعمل على تخفيضها. يعني التكاليف هي اللي أنا زائدة ليه؟ ليش عندي هالتكاليف زائدة؟ ممكن السيارة صار في عندي سيارات شحن كبيرة اللي نقل بين المستودعات، أعطالهم كثير كبيرة، كثير كبيرة، كل أسبوع بدهم صيانة وتكلفة صيانتهم عالي. فممكن اختار أنا إنه بيع هالسيارات هي واستجلب سيارات جديدة عشان اخفض شو تكلفة اللي عم تكلفة النقل اللي عم اوضعها كل اسبوع بسبب الاعطال. تطوير وتنويع منتجات المشروع. تطوير وتنويع منتجات المشروع. ممكن نحن حتى يعني يكون شركتنا محاكي لجميع تطلعات الموجودين أو تطلعات العملاء، يجب أن تكون متطورة إضافة إلى تنويعها. يعني حكينا احنا بالاستثمارات لما ببعض الشركات تعتمد على الاستثمارات المتنوعة. ليه؟ حتى تخفض نسبة الفشل. يعني شيء ممكن فشلت بمكان تنجح بمكان ثاني. هون ايضا عندنا المنتجات، يعني ممكن منتجات خلال هالفتره هاي مو مطلوبه بالسوق، يكون في نوع ثاني من انواع المنتجات اللي عم ننتجها هي مطلوبه، يعني بصير بالتالي بيتخفض عنا نسبه الفشل. اضافه الى كل فتره بنطور، ممكن اذا بناحيه حتى بناحيه التعليب، حتى بناحيه الشكل، حتى بناحيه الحجم، حتى نضل مواكبين للسوق وما نوصل لمرحله تراجع بالتالي بيصير في عندنا فشل مالي. دراسة وأبحاث السوق، يعني لازم نحن نعرف كإدارة مالية من أين تؤكل الكتف بالسوق، شو هو المتطلب، شو هو المفروض علينا بهالسوق. هذا لازم أو المطلوب أكثر شيء بهالسوق خلال فترة معينة. في عندنا أسباب خارجية للفشل المالي، انخفاض الطلب على منتجات المشروع اللي هي ممكن نحن حكينا بيكون أنا عم أنتج نوع معين محدد معين عم انتجه، ما ضل فيه، صار في عندي شركات منافسة وانا ما عملت تطوير لمنتجاتي، فبالتالي صار في عندي عدم اقبال كبير على المنتوجات. عدم مراعاة الدورة التجارية وخاصة عند مرحلة الاستقراء. يعني انا بعرف بالسوق بالاخص بالبلاد الموسمية يعني بتعتمد على الزراعة، في عندها اوقات محددة اللي يعني تحرك السوق. يعني مثلا بضرب مثال كوني بسوريا، ممكن كل بلد لك من الأشقاء، كل بلد عندكم عنده دورة تجارية معينة خلال شهور بالسنة بيكون فيها المبيع أكبر. مثلا بسوريا عندنا يعني بشهور الصيف، يا جماعة مين فاتح المايك ينتبه على حاله. ايه سكر. طيب ممكن بفترات الشهر ال 11 و 12 والاول والثاني والثالث، هاي ما فيها انخفاض بالقوة الشرائية أو انخفاض بالحركة الشرائية، يعني وما دون ذلك هو في عندنا حركة بشكل كامل. ما عندي مراعاة هالشيء، فبصير في عندي ضخ بأوقات غير مناسبة، ضخ كمية أكبر، ممكن هذا الشيء يؤدي لفشل مالي من عندهم الأسباب الخارجية. تغير الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع اللي عم تشتغل فيه طبعا هاي الشركة، هذا غير مستطاع التحكم به. يعني اللي هي ظروف الحرب، ظروف المجاعة، ظروف الحرب السياسية، الحصار اقتصادي، حدوث الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والفيضانات والأوبئة والحروب، اللي هاي الغير مقتدر عليها بشكل نهائي، بتؤدي لدمار مو فشل مالي، بتؤدي لإفلاس. حدوث بعض الأخطار مثل الحريق والسرقة والاضطرابات والمظاهرات وأعمال العنف والتخريب وغيرها.
اللي هاي كمان من الأسباب الغير متحكم بها. ممكن حريق بسبب ماس كهربائي، ممكن يصير في عندنا السرقات، ممكن اضطرابات بأوضاع كركبة بسبب انتخابات أو ما إلى ذلك، ممكن مظاهرات، ممكن أعمال عنف وتخريب. هاي كلياتها من الأسباب الخارجية اللي بتقود للفشل المالي والزعزعة المالي بالشركات. مراحل الفشل المالي عندنا عدة مراحل للفشل المالي. عندنا العسر المؤقت، في عندنا العسر المالي والعسر الكلي ومرحلة الإفلاس. طيب، مرحلة العسر المؤقت هو حالة تكون الشركة فيها غير قادرة على مقابلة احتياجاتها ومصروفها مصروفاتها الجارية. يعني في عندنا ملتزمات يومية خلينا نسميها أو شهرية. يعني لما الشركة بصير ما عندها قدرة على تحمل هالمصاريف هاي هالمصروفات، هذا بنعتبره عسر مؤقت خلال مرحلة مؤقتة. هاي ممكن يتجاوزها عن طريق قروض طويلة الأجل، أو عن طريق تمويل داخلي، أو عن طريق الأوراق المالية، ضخ أوراق مالية بالسوق، أسهم وسندات. كل هاي الأمور ممكن يتجاوز فيها العسر المؤقت. طيب، مرحلة العسر المالي، بهي المرحلة بتكون الشركة غير قادرة على دفع ديونها قصيرة الأجل بسبب كبر حجمها وتحقيق الخسائر المتوالية. صار في عندنا تراجع بالمبيعات، خسارة، تراجع، خسارة، تراجع. وفي عندنا ديون قصيرة الأجل للموردين أو دفع فواتير أو ما إلى ذلك. وفي عندنا بنفس الوقت تراجع، خسائر. هاي بنسميها مرحلة عسر مالي. فهون بتلعب الشركة وقوة الإدارة المالية والشركة دور كتير كبير كمخططين، إدارة مكتب التخطيط أو مكتب الإدارة المالية، حتى يتجاوزوا هالموضوع العسر المالي. يعني يمكن أنه أما يستعينوا بقروض مشاركة، عقود مشاركة من البنوك، طريق تمويل، وبياخذوا نسبة وبيتم السداد بعدين وبيطالعوهم بيصيروا هن المالكين الأساسيين، أو قروض خارجية بفوائد أكبر لكن لمدة زمنية أطول حتى يقدروا يتخطوا هالعسر المالي، أو بيع بعض الأصول المالية حتى يسددوا التزاماتهم. إذا هي بيقدرها كإدارة مالية حسب المناسب الموجود. مرحلة العسر الكلي هاي بشكل كامل هون يعني بتكون الطامة الكبرى، اللي هي بهالمرحلة بتكون مجموعة الديون مستحقة على شركة أكبر من أصولها المتداولة وضيع رأس مالها نتيجة الخسائر التالية. يعني أصول المتداولة كلها اللي هي البضائع، الأوراق المالية، كلها الديون أكبر منها، وفي عندي خسائر، بالتالي راح أضطر أني بيع الأصول الثابتة بشكل كامل. شو بصير في عندي؟ بالتالي إفلاس بشكل كامل، وبتوقف عمل الشركة، وبصير في عندي عسر كلي دائم، وتنقرض الشركة عن بكرة أبيها. مرحلة الإفلاس اللي بهاي المرحلة نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وتوالي الخسائر تعقد وضياع رأس مالها، فإن الدائن يقوم بإفلاس الشركة نتيجة توقفها عن الدفع. يعني بيصير بيرفعوا عليها قضايا حتى هي تبيع الأصول حتى تسددهم بشكل كامل. وممكن يتعرضوا لفوق الديون عليهم، لسه يستدينوا مرة جديدة ومرة. فبالتالي بيوصلوا مرحلة الإفلاس النهائي اللي ما بيتم السداد ولا بشكل من الأشكال. طيب، عندنا هناك أسباب من الفشل المالي ترجع للبنك. هناك أسباب من الفشل المالي ترجع للبنك. طيب، مين بيحب يقرأ لنا هالسلايد هذا؟ مين حاب يشاركنا ويقرأ لنا هالسلايد؟ تفضل يا أنسي سلمى. هنا قصور الدراسات التي يعدها البنك وعدم التعمق في تحليل المخاطرة الائتمانية
وفقا للقواعد والمبادئ المصروفية المتعارف عليها اعتمادا على اسم العميل أو ضماناته. ثانياً، السماح للعميل باستخدام القرض أو التسهيل قبل استكمال الشروط والضمانات وصرفه دفعة واحدة دون استخدامه وفقاً لبرنامج زمني محدد يتفق عليه مسبقاً. ثالثاً، استخدام التسهيلات والقروض في غير الأغراض المحددة والممنوح من أجلها. رابعاً، عدم متابعة التسهيلات الممنوحة للعملاء والسماح لهم بالتجاوز في حساباتهم دون اتخاذ الإجراءات المناسبة لتغطية هذه التجاوزات في الوقت المناسب. خامساً، السماح بزيادة التسهيلات بناءً على طلب العميل ودون دراسة تحدد احتياجاته الفعلية ومصادر سداد هذه الزيادات. تمام، الله يعطيك العافية. طيب، إذا أول شيء يعني بسبب الفشل المالي الراجع للبنك نفسه، لما عم يعطي ديون لأشخاص وما يعني يعمل تحليل للمخاطر. طيب، ضمن القواعد يعني هاي بنسميه تسرع بإعطاء الأموال للعملاء. يعني شو بيضمن بهالعميل، شو عنده قدرة مالية، كيفية التحصيل من عنده، كل هاي ماني عاملها ضمن دراسة محددة. أنا عم أطبع أني عم بستجلب عملاء جدد فقط. في عندي المرحلة الثانية اللي هي السماح للعميل باستخدام القرض أو التسهيل قبل استكمال الشروط والضمانات وصرف دفعة واحد دون استخدام وفق البرنامج الزمني محدد عليه مسبقا. يعني يكون علاقة شخصية حتى بين العميل والبنك، بيتم إعطاء الأموال بشكل كامل، وحتى دفعة واحدة هي بيكون طبعا إعطاء البنك عن طريق دفعات وفق البرنامج زمني محدد، انه على اساس معرفه شخصيه. هون بالتالي ما استكمل الشروط كامله، بالتالي صار في عنده مبلغ كثير كبير هو داخله، ممكن يتعرض لعسر مالي، وبالتالي رح يتحمل البنك هاي الاخطاء. استخدام تسهيلات والقروض في غير الاغراض المحدد لها وممنوح من اجلها. ما نحن حكينا انه انت لما عم تقدم مشروع لبنك وعلى اساسه بيتم الاقتراض، فبيكون البنك تسرع باعطاء الموافقه واعطاك المال بالوقت اللي انت بنوع من انواع الاحتيال، فقط مشروع وهمي حتى تستجلب هالاموال هاي. وعم بتصير صراحه صارت كثير بالبنوك انه بيعملوا انه هن عم يقترضوا لشيء لبناء مشروع او عمل استثمار كثير كبير، وعم يتسرع البنك باعطائهم دون تحليل واسئله وتفصيل لواقع هذا الشخص والعميل. راح يصير انه هالعميل هذا بالتالي بما انه مو دقيق بالعمل ويستخدم الكذب كوسيله، فهو ما هو ناجح اكيد. راح تروح الاموال ويصير في عنده فشل مالي، ممكن يصير في تداعيات قانونيه عليه وينسجن، لكن بوقت نفسه ضاعت الاموال على البنك. يعني ايضا من عندنا المرحله الرابعه او النقطه الرابعه اللي هي عدم متابعه التسهيلات الممنوحه للعملاء والسماح لهم بالتجاوزات على في حسابهم دون اتخاذ اجراءات مناسبه لتغطيه هذه التجاوزات في الوقت المناسب. يعني العميل تجاوز هالامور هاي، يعني الامور الروتينيه، ترتيب الاوراق، ترتيب الدفعات، انه انا لازم يدفع لي خلال الشهر الخامس مثلا هي الدفعة، والسابع والثامن في عندي دفعة، والتاسع دفعة، والشهر الأول دفعة. لا، هو عم نقول ممكن هو إدارة ضعيفة بالبنك، أو في ممكن علاقة شخصية، أو عن طريق رشاوي تغاضى عن الموضوع هذا وصار في تجاوزات. بالتالي صار في إضافات عليه كعميل، ترتبت عليه، صار في إضافات ضخمة، وبالتالي راح يعجز عن سدادها وراح يكون البنك هو المتحمل. والسماح بزيادة التسهيلات بناء على طلب العميل ودون دراسة تحدد احتياجات الفعل ومصادر سداد هذه الزيادات. يعني العميل هو اللي بيحكي وهن ماشيين، يعني عنده سياسة إقناع كثير،
زادوا لهم التسهيلات دون دراسي انه هالتسهيلات هاي يعني ممكن من زياده التسهيلات هي انخفاض نسبه الفوائد اذا تم السداد قبل شهر او شهر ونص، او ممكن يتاخر بالسداد من شهر لشهرين عادي ما في مشكله. يعني كل هاي امور ترتب عليها فشل مالي بالنهاية راح بيكون من أسبابها هو البنك. طيب عندنا شو هي وسائل علاج الفشل المالي؟ طيب في عندنا فشل مالي لازم يكون في عندنا وسائل حتى نعالج الفشل المالي. الوسيلة الأولى اللي هي إصلاح الخلل في هيكل تمويل الشركة عن طريق زيادة التمويل الذاتي. الاعتماد على التمويل الداخلي أكثر من التمويل الخارجي حتى يعني نعدل هالخلل هذا اللي صار في عنا ونتجاوز هالفشل المالي اللي صار عنا خلال هالفترة هاي. تحويل جزء من القروض المستحقة على المشروع إلى مساهمة في رأس المال. يعني احنا ممكن نعرف حالنا خلال فترة من هالفترات هاي رح نستخدم هالأموال المقترضة موجودة القروض علينا بمشروع عملنا له دراسة تمام وفي عندنا دفع مستحقات، نحن ممكن نأجل الدفع لفترات لاحقة، لكن الأرباح اللي راح تيجي لعنا من خلال زيادة القروض هاي على وضع الأموال على رأس المال خلال هالفترة هاي راح يعود علينا بأرباح وعوائد أكثر من القروض بعشرات أضعاف. ممكن نشتغل بهالمغامرة هاي يعني. أيضا تحويل القروض قصيرة الأجل لقروض طويلة الأجل مع منح فترة سماح مناسبة مع زيادة فترة سداد القروض. يعني نحن نخليها تزيد علينا الفوائد تزيد علينا معليش، لكن بنفس الوقت نحن بعدنا المسافة الفترة الزمنية للسداد اللي ممكن بخلال هالفترة هاي يصير في عنا إنتاج يسدد الفوائد هاي ونقدر على السداد أفضل ما نأخذ قروض أطول قليلا ومتوسط أجل ونسدد القروض قصيرة الأجل. تخلص من الأصول الرأسمالية غير المنتجة. يعني في عنا مثلا نحن بانين هون بنائين 3 4 وفاتحين عدة فروع بعدة دول موجودة. نحن بنعرف خلال خطتنا لو الخمسية القادمة ما راح نطور مشروعنا بزيادة بناء وزيادة إنتاج لأنه في عنا كثير فروع، وفي عنا حوالي يعني أكثر من 5 6 هكتار ما لنا بعزتهم كقطع أرض وهن صايرين قريبين استيراد دولي ومبلغ يعني عالي جدا ممكن نستفيد منهم. يعني ما هي منتجة، هاي مثبتين نحن وبالتالي مثبتين رأس مال مقابلها بهي الأصول الثابتة يتم مبيعها والاستفادة منها حتى تسديد ديون وعلاج فشل مالي. ترشيد الإنفاق عن طريق خفض التكاليف إلى أدنى مستوياتها مع تعظيم الإيرادات اللي هي يعني موضوع المصاريف الزايدة، الحفلات، المناسبات، السيارات الفارهة، كل هاي ممكن خلينا نخفضها، يعني يصير في إدارة رشيدة فيها إلى أدنى مستوياتها وزيادة تعظيم الإيرادات عن طريق دراسة السوق وتحليل السوق وتوزيع عدد مراكز البيع والتجزئة، إضافة إلى طريقة تسويق ممتازة، إضافة إلى ممكن مراكز تسويق إلكترونية أو ما إلى ذلك حتى يتم تعظيم الأرباح ونعالج موضوع الفشل المالي. هيك بيكون نحن انتهت الجلسة العاشرة والأخيرة من الإدارة المالية.
إذا بتحبوا نحكي أي شيء أنا جاهز. الله يعافيك يا أستاذ فرج. الله يعافيكم جميع والله يبارك فيكم. وبالنسبة للمسألة المالية إن شاء الله بأقرب وقت بتمنى تبعتوا لي إياها. الإيميل رح أرجع أبعته مرة ثانية على المجموعة. وهي المسألة المالية هي نعتبرها هي الاختبار النهائي بالنسبة للإدارة المالية. هيك أنا يعني بيكون اليوم رح ودعكم على أمل إن شاء الله تكونوا من رواد المال والأعمال بالعالم وبالقريب الآجل وليس البعيد الآجل إن شاء الله. متفوقين بحياتكم العملية. الله يعافيك يا أستاذ هيفين. حياك الله يا أستاذ إبراهيم ولا يهمك. الله يبارك فيكم جميع. وهي إن شاء الله نحن بنعتبرها مفتاح للإدارة المالية يعني والحسابات الدقيقة. إن شاء الله صار في عندنا معلومات كافية عن الإدارة المالية حتى ندخل فيها ونتعمق فيها أكثر. أنا أتشرف معرفتكم ومتمنين جميعا حضرتك هذه المحاضرة. ترى الله يبارك فيك يا أستاذة سلمى حياك الله. وإن شاء الله تستفيدوا بكون يعني أعطيناكم أكبر إفادة. راح أبعث لكم الإيميل على المجموعة. أنا بعثته على المجموعة الإيميل وراح أرجع أبعثه مرة ثانية. هلا بعث الإيميل موجود على المجموعة. بعثوا لي إياه على الإيميل. طيب دكتور الله بس ارجع ابعث لك الايميل مشان نبعث الحل. ومشكور مرة ثانية الله يخليك. فتحت عيوننا وعقولنا معلومات طيبة وغنية وقيمة. الله يبارك فيك يا أستاذ إبراهيم. وأنت كنت من المشاركين ومن المتفاعلين. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية يا أستاذة سلمى. فعلا هذا الإيميل وهلا خلنا برجع ببعته على المجموعة كمان ما عندنا مشكلة. المسألة الله يبارك فيك يا أستاذ إبراهيم والله يعافيك حياك الله. يلا يا جماعة نحن إن شاء الله بنشوفكم بأعلى المراتب وبأعلى المراكز الاجتماعية. الأستاذ فراس عم يطلع وبيدخل كتير. يا أستاذ فراس وين عم تروح؟ مسا النور. خليه يصنع جلسة يا أستاذ فراس. أنت ما بعرف وين شارد. الله يعافيك يا أستاذ زواكلي. وصل النت عندي معناتها راحت عليك الجلسة الأخيرة. بدك تحضرها تسجيل. تحضرها تسجيل. النت ضعيف عندك. ممكن تحضرها تسجيل معناها. اوكي يلا يا جماعة
استودعكم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق للجميع. حياك الله، حياكم الله جميعا، الله يبارك فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.